فأول ظهور لمهنة المحاماة بشكل قانوني ورسمي كان سنة 1884، بس وقتها كان لسه اسمها الوكلاء، وكان من شروط الالتحاق بالمهنة دي حسن السمعة وحسن السلوك وحسن اللسان. وبعدها تم إنشاء مدرسة الحقوق على إيد الخديوي إسماعيل، بس وقتها كان اسمها مدرسة الإدارة والألسن، اللي اتحولت بعد كده لكلية حقوق جامعة القاهرة. وبقى الخارجين من الكلية دي أو المدرسة دي هم اللي ليهم الحق إن هم يمارسوا مهنة المحاماة. وفي سنة 1912 تم إنشاء أول نقابة محامين في مصر علشان يحيي المصري أمجاد أجداده ويرجع للمهنة هيبتها من تاني. وزي ما شفنا مهنة المحاماة مش مجرد مهنة بدأت في مصر القديمة وراحت لبلاد الرافدين واليونان وأوروبا ورجعت مصر من تاني، لا دي مهنة عايشة علشان أصحابها عندهم مواصفات خاصة. مجموعة من علماء النفس وعلماء السلوك عملوا بحث عن إيه أهم المواصفات اللي بتميز المحامي الشاطر. قالوا إيه بقى؟ إن المحامي الشاطر لازم يسمع قبل ما يتكلم، ولو اتكلم لازم يكون فطين وبيعرف يشرح ويقنع، دماغه مترتبة وبيركز في أصغر التفاصيل، ويكون عنيد ومش بيستسلم بسهولة، والأهم من ده كله يكون عنده أمانة ومسؤولية لأنه بيتكلم باسم العدل. يعني باختصار المحامي الناجح مش بس بيكسب قضايا، هو كمان بيعرف يخلي للحق صوت.